من غير ما تسلقيها، وفي حلة واحدة هتعمليها، وفي الصوص هتبقى متغرقة كده مكرونة حكاية. يلا بينا على الطريقة. معانا اول حاجة شوية زيت حلوين كده، هننزل عليهم ببصلة كبيرة متقطعة مكعبات بالشكل ده، واول ما تبدأ تدخل في الدبلان هنزل عليها بطماطمايه وفلفلاية وسط متقطعين مكعبات بالشكل ده. هقلب فيهم شوية حلوين، وبعد كده هغطيهم واسيبهم على نار هادية مع نفسهم شوية حلوين، وارجع اضيف عليهم معلقتين كبار من الصلصة، واقلبهم حبة حلوين قوي قوي قوي، وارجع تاني بقى ابهرها بملح وفلفل اسود وزعتر وجنزبيل، وارجع تاني بقى اقلبهم حلو. عايزة البهارات تطلع كل اللي عندها كده مع الخضار والصلصة حلوة قوي. وبعد كده هرجع بقى انزل عليها بالمكرونة. هقلب بقى المكرونه حبه حلوين قوي قوي. اهم خطوه انك تقلبي حلو قوي المكرونه مع البصل مع الطماطم مع الفلفل مع الصلصه، كل ده خلي المكرونه تتغلف حلو قوي قوي قوي. كتر التقليب فيها في المرحله دي بتخلي طعمها حلو قوي. هنزل عليها بفصين توم كبار نصين كده، وهستمر بقى في التقليب كويس قوي بالشكل ده كده. وبكده مكرونايه اتغلفت وبقت حمرا معايا، وكمان مفيش ميه للخضار خالص بالشكل ده. هنزل عليها بنص معلقه من الزبده، دي حركه اختياري، وهقلب فيها كويس قوي لحد ما تسيح معايا وسط المكرونه كده. وبعد كده هسويها بالشكل ده، وهنزل عليها بالميه تكون سخنه، اغطي بيها المكرونه بالشكل ده كده، واغطي عليها بقى وتدخل معايا في التسويه براحتها. هرجع تاني افتح عليها لما الميه توصل للشكل ده كده، واضيف عليها معلقه كبيره من الصلصه واقلبها كويس، وارجع اقفل عليها تاني. وشوفي بقى المكرونه الخطيره، ريحتها حكايه وغرقانه في الصوص بقى، وطعمها كان تحفه، مش محتاجه حاجه جنبها، ممكن تتسلي بيها كده لوحدها. خطيره خطيره خطيره. نقلب العظمة بقى بتاعتنا دي ونقرب الكاميرا كده نشوفها عن قريب. رهيبة. لا والصوص بقى جامد جامد جامد. دي فعلا المكرونة اللي يتقال عليها مكرونة جامدة. جربيها وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو شجعيني كتير 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 بكومنت وسبسكرايب ولايك وشير، وبألف هنا على قلبك.